ده البيان الفاكسان اللي طلع من النادي الأهلي بقى له 3 أيام، وما رضيتش أعلّق عليه، قُلت يمكن بعد البيان أي حاجة تطلع من إدارة النادي الأهلي تقول للجمهور والله في خطوة إحنا هنعملها. بس الواضح وخلّيني أكون صريح معاك يا صديقي، إن الإدارة مش هتعمل أي حاجة وياستروب مش هيمشي عشان خاطر الشرط الجزائي. بس كإدارة كرة قدم المفروض تفكّر يعني بربع جنيه إن هي على الأقل، على الأقل تطلّع 4، 5 لعيبة من اللعيبة اللي جرّبناها في كأس العاصمة، زي وعندك محمد رأفت وعندك إبراهيم عادل، يعني دي لعيبة أنت المفروض تطلّعها إعارات، تبدأ تطلّع وتبدأ تشوف اللعيبة دي هتعمل إيه لمّا تطلّعها إعارات. وعندك حاجة تانية المفروض النادي الأهلي الفترة اللي جاية كإدارة نادي الأهلي أو ك منظومة النادي الأهلي تفكّر فيها شوية، إن هي تبدأ تطلّع لعيبة صغيّرة، تطلّع لعيبة صغيّرة عندها رتم، لعيبة صغيّرة عايزة تدّي للتيشيرت، مش لعيبة ضامنة مكانها جوّه النادي الأهلي. هو ده اللي إحنا فيه وهي دي المأساة اللي إحنا فيها اللي لازم نبدأ نعمل فيها حاجة. وطبعًا يستروب رافض إن أي حد يبدأ يساعده في الجهاز، زي ما إحنا عارفين إن إحنا كنا عايزين عماد النحاس وعايزين كذا كادر ييجي يساعد يستروب في المصيبة والقرف اللي إحنا فيه، لكن للأسف هو رافض الموضوع شكلًا وموضوعًا. فبالتالي أنت المفروض تعمل كذا حاجة، المفروض عادل مصطفى تبدأ تجيبه وتدّي له شوية صلاحيات، شوية صلاحيات، صلاحيات فنية. لازم الإدارة في النادي الأهلي تبدأ تتحرك، لأن الموضوع مَسّخ أوي، أوي، أوي مع ياستروب، وإحنا مش هنفضل على كده والجمهور مش هيفضل يسكت على كده. أنا بقى لي 3 أيام، البيان ده طالع بقى له 3 أيام، ما علّقتش وما عملتش أي فيديو، لأن أنا قُلت توقّعت إن في أي حاجة هتحصل، بس اللي أنا برضه حسّيته إن ما فيش أي حاجة هتحصل. طبعًا المباراة الجاية مباراة سموحة، أنت لازم بعد مباراة سموحة دي تقفل على نفسك وتعمل معسكر قوي جدًا، ويكون في صلاحيات لكابتن سيد عبد الحفيظ مع كابتن وليد صلاح الدين، لإن المسألة بدأت تبوّخ أوي جوّه الإدارة يا جماعة وجوّه الجهاز الفني للنادي الأهلي، في حاجات كتيرة أوي هتترتب عليها الفترة الجاية لو ما حصلتش النادي الأهلي هيفضل في النازل والنازل، ومش هنقف عند بطولة أفريقيا بس، هتخسر دوري، أنت دلوقتي بتعاني من حاجات كتيرة أوي، بتعاني من حاجات كتيرة أوي. والمفروض نبدأ نصلّح لو حتى حاجة بسيطة. وطبعًا ما ننساش إن إحنا لازم نعمل عقوبات للعيبة بأرقام كبيرة، بأرقام كبيرة. لازم لعيبة النادي الأهلي تحس إن هي بيتخصم منها، مش هاخصم منك مليون يا أبو مليون وأقسّطهم لك، ده إحنا في مهزلة، إحنا في أيام ما شُفناهاش أقسم بالله من يوم ما شجّعنا النادي الأهلي. وأخيرًا دلوقتي الكورة في ملعب الإدارة واللعيبة. وأكم كسبنا الدوري بمدربين أقل من العادي، لازم كلنا يا جماعة دلوقتي كإدارة وكلاعيبة وكجمهور لازم نقف ورا النادي الأهلي، أتمنى الإدارة تفكر بربع جنيه شوية الفترة اللي جاية، لأن الفترة اللي جاية كلها مشاكل، ويا ريت نبصوا لحتة الحكام الأجانب ونبدأ لأن إحنا ما نخشش في دوامة الحكام تاني، وربنا يستر على اللي جاي، ويا رب، يا رب، يا رب كلنا نبقى في الصالح العام للنادي الأهلي.